اتفضل يا دكتور. وعايز اقولها لك على الهوا علشان المشاهدين يكونوا هم الشهاد علينا اتفضل. وهم الشاهدين علينا. اتفضل يا دكتور. اول حاجة انت كاتب ان الرياضة بشكل جديد، فاحنا عايزين بالفعل الرياضة بشكل جديد. مم. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية، انا اعلم بعيدا عن انك تقدم هذا البرنامج من خلال وضعك كزميل صحفي منذ فترة طويلة، احنا تربطنا علاقة من قبل العمل والكلام ده كله، شرف ليا يا دكتور. ان انت رجل جريء ولا تخاف في الحق لومة لائم. ربنا يخليك يا دكتور. لذلك اناشدك ان تكون كل الاسرار التي يحاول البعض عدم نشرها، حفاظ على خاطر فلان وخاطر علان وخاطر ترتان، اللي هي بتعتبر حقوق للسادة المشاهدين مم. يحبوا يعرفوها، طبعا بعيدا عن التجريح اطلاقا عن اي انسان وبعيدا عن الحياة الشخصية لاي انسان، صح. ولكن الاسرار التي ترتبط بالساحرة المستديرة كرة القدم، الاسرار التي ترتبط بصفقات اللاعبين، الاسرار التي ترتبط بسماسرة الكرة، مم. الاسرار التي ترتبط باللاعب فلان الفلاني بيلعب بالنادي فلان علشان النادي علان، والكلام اللي انت فاهمه ده يا استاذ عبد الناصر واللي احنا مش عايزين نتكلم فيه كتير. احنا عايزين كل السادة المشاهدين يعلموا كل هذه المعلومات، لعل دائما الخبر عندما يكون سريا يكون له نسبة مشاهدين عالية جدا. بالظبط. فعندما نقدم نحن الأخبار التي يحاول الكثير إخفائها أو التعتيم عليها، يعني بالمعنى الأصح يكون برنامجك الجميل، وأنت رجل حقيقة عندي في قريتي، كنت أنا موجود لسه جاي طبعا أنت عارف دلوقتي، الله يكون في عونك يا دكتور. أنا فوجئت بأن أنت ليك شعبية الحقيقة، ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخلي حضرتك. والكل عارفك زي الصاروخ، ربنا يخليك، ربنا يخليك. وصوتك ده يعني معلم الناس حافظاه. ربنا يخليك. بمجرد ما قلت عبد الناصر زيدان قالوا لي ربنا لصاحب ناصر ده صوته مميز. ربنا يخلي حضرتك يا دكتور. قلت لهم طبعا، حتى عندنا لينا واحد قريبنا كده اسمه نصر الششتاوي، اه. فاخوه كان قاعد معايا فبيقول لي ده الاستاذ عبد الناصر صوته احلى من صوت ناصر اخويا. ربنا يخلي حضرتك يا دكتور، ده شرف ليا والله هذا الكلام. واخد بالك؟ فالحقيقه يعني انا عايزك، طبعا انت عارف ان احنا عندنا مساحه الحريه والليبراليه عاليه جدا في المحطه، نحن لا نخاف الا الله، لا نخشى الا الله، نضع الضمير هو المسؤول عنا، فأوصيك بأن يكون ضميرك في كل ما يذاع من أخبار هو المسؤول ان شاء الله. أمام الله. ان شاء الله. لا نأتي لصالح فلان او لصالح أو علان. لصالح علان، لا نجامل نادي كذا على حساب نادي كذا أو نادي كذا على حساب نادي كذا، نحن نريد أن نقدم أسرار الملاعب، كواليس الملاعب، ما يدور في الملاعب، ليس في كرة القدم وحدها وإنما في كل اللعبات الموجودة ومع كل الناس. وطبعا انت عارف وانت حضرتك من خلال صداقتك بيا انت عارف ان انا لا اتحدث اطلاقا في من يكون معه اخبار صحيحة 100%، معه مستندات مؤكدة 100%. دي حقيقة. ولعل الزميل احمد عبد العزيز مقدم برنامج الوسط الفني مم. يعني حريص على تقديم الأسرار المؤكدة، وبعيدا عن الحياة الشخصية للفنانين وبعيدا عن أمورهم الشخصية يعني، وإنما أسرار الفن في صميم المهنة والمعرفة الإعلامية. بالظبط كده يعني. وأنا ببارك لحضرتك يا أستاذ عبد ربنا الناصر يخليك يا على هذا دكتور. البرنامج، ربنا يخليك يا رب. وبشكر حضرتك وبشكر ضيف حضرتك وبنشكر المخرج الجميل اللي معانا للمرة الأولى أستاذ شريف، وايضا مهندس الديكور الجميل استاذ وليد الغضبان. وليد ظلام. وليد ظلام معلش، ما هو ظلام على على وزن غضبان يعني الاثنين كده مش عارف بالليل يعني. واحنا بنشكر حضرتك يا دكتور على ان احنا يعني في قلب قناة الفراعين
نكمل. لا انت دي قناتك يا استاذ ربنا ناصر، ما يخليك. انتش في قلبها ولا حاجه، ده دي ربنا يخليك. قناتك يعني. الله يخليك يا دكتور. يعني ربنا انت صديق رحله عمر، وانت ربنا راجل صعيدي من الصعايده الجدعان ربنا الرجاله يخلي يعني. حضرتك يا دكتور. ربنا يخليك يا رب. يعني انا بشكرك وبنتمنى لكم جميعا التوفيق والى الامام باذن الله. وكل ما اطالبه ان يكون هذا البرنامج على خريطه البرامج الرياضيه ان شاء وسط الله. الفضائيات. ان شاء الله. شكرا. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. ويمكن انا لازم اشكر الدكتور عمرو عبد الحق لانه اضاف لي كتير في هذا البرنامج. ولولا الدكتور عمرو عبد الحق والمهندس هشام قطب ما كان يخرج هذا البرنامج للنور. ويمكن فورا يا دكتور وانت بتتكلم عن الاسرار والكواليس، هذه الاسرار 45 حاله سلبيه او حاله فشل داخل اتحاد الكره اختصنا بها الدكتور عمرو، بالاضافه لدعمه القوي جدا كشريك اساسي معنا في هذا البرنامج. فعلا يعني قناه الفراعين ستفخر بهذه الكوكبه المخلصه المحترمه اللي هم قبليه، وانا لولاهم ما كنت نجحت ولا قدمت هذه الوجبه الرياضيه اللي امل ان تصل الى حد النضج مستقبلا. وبقول للساده المشاهدين كان الحلقه الاولى ربما يكون بها العديد من السلبيات، ولكن في المستقبل سيكون الامور اكثر دقه واكثر جوده واكثر سخونه واكثر متعه، بشرط الاثاره الصادقه البعيده عن المزايده. معايا تقرير المحمدي، ولكن قبل ما اروح لتقرير احمد المحمدي عايز اكمل مع الدكتور عمرو عبد الحق. الاصرار على فريق عمل مجله الاتحاد رغم تحقيق خسائر كبيره، عدم تطبيق اللوائح بشكل عادل، الكلام ده على فكره لاول مره يذاع، تحدي قرارات الجمعيه العموميه، وراسل الدكتور عمرو والمجموعه 45 سلبيه قويه جدا. رصدتهم ازاي يا دكتور؟ دول عايزين 70 لجنه. ده احنا في زياده كمان يوم الجمعه في 6 7 سلبيات جداد، بس قلبنا الكلام ده بافكار يعني كل ده بيبقى ليه حل. وانا اعتقد ان الحل بايد مجلس اداره، مش محتاجه جمعيه عموميه غير عاديه يعني اعتقد لو مجلس اداره الاتحاد خد قرارات عادله الامور هتمشي في اطار احسن. طيب خلينا نروح يا دكتور لنجم المنتخب القومي احمد المحمدي. احمد المحمدي ادانا تصريح لبرنامج فراعين الكوره بيتكلم عن الاحتراف وانه فرحان جدا، وانا سعيد ان هو يقول انه فرحان من حاله الاحتراف اللي هو فيها. نشوف المحمدي بيقول ايه. انا اتمنى ما يبقاش احتراف زاجل. والله لسه كنت عايز اسالك. ما هو كل واحد بيطلع بيسافر مصطلح خلال جديد شهرين. احتراف زاجل هو ده. احتراف زاجل بيروحوا ويرجعوا تاني. ما انا دايما بقول بيرجع كده بسرعه. نسمع احمد المحمدي وارجع مفاجاه قويه جدا مع الدكتور عمرو، وهي انفراد لبرنامجنا تيشيرت المنتخب القومي ماذا فعلت به شركه بوما. نسمع احمد المحمدي ونرجع تاني. كنت عايز اقول لكل البنات مش كل حاجه تشتكوا. انتوا عمركم ما بتسمعوني. كفايه زن التليفونات اللي كل ما ابقى مع صحابي ده. ايه المشكله لما تيجوا معانا شوبينج يعني؟ ويا ريت بلاش جو المفتش كولومبوس اللي بتعملوه على الموبايل. عايزين نحس اننا مهمين شويه. وبرده مش هقول لك مين سوسو. عصير جهينة، اشرب طبيعي، تتكلم طبيعي. بشيد بالفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم المدرب هو ستيف بروس وقف جنبي، واللعيبه اللي موجوده هناك كلها لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه محترمه جدا. فده طبعا طلب مني ان انا ان شاء الله ربنا وفاني الفتره اللي جايه وابدا الموسم بشكل قوي. ان شاء الله نبدا يوم السبت، فربنا وفاني ان شاء الله وادي موسم كويس، اكون عند حسن ظن الناس هناك وعند حسن ظن الجماهير المصريه. دولت طبعا تجربه كانت قدامي فاستفدت منهم كتير جدا، سواء عمرو سواء حسام سواء ميدو سواء شوقي، فالناس كلها ادت بشكل كويس. فان شاء الله باذن الله ربنا وفاني برضه ادي بشكل كويس ان شاء الله. فاجأني الدكتور عمرو عبد الحق بتليفون الساعة 3 الفجر بيقول لي في ظاهرة خطيرة، وهو يتابع مباراة السعودية وتوجو منذ يومين. فوجئ ان التيشيرت اللي بيلعب بيه منتخب توجو هو نفس التيشيرت او الزي اللي تم تسليمه لمنتخبنا القومي، واللي منتخبنا صعد بيه في لكي يتسلم الكاس بعد الفوز على غانا في انجولا منذ شهور.
طبعا دي واقعه خطيره، ولكن وانا معايا الدكتور عمرو كعضو للجمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم، وهو يرصد هذه الحاله. زي ما انتم شايفين، يمكن مخرجنا الاستاذ شريف بيجيب لنا اللقطتين. منتخب مصر في التدريبات لابس نفس الطقم يا دكتور، دي في التدريبات منذ 4 أيام. تمام. واللقطه بتاعه منتخب توجو امام السعوديه. اتفضل يا دكتور. طبعا احنا دلوقتي تصنيفنا التاسع على العالم. مصر بتاخد نص مليون يورو من شركه بوما. انا واحد من الناس، انا كنت ضد التعاقد مع شركه بوما. كان العقد فاضل سنتين، كانت سنه 2008 كنا واخدين 2 كاس فوجئنا ان اتحاد الكوره بيجدد العقد 4 سنين والعقد فاضل له سنتين، بحجه انه عايز يزود المقابل المادي من 150 الف يورو لنص مليون يورو. انا كنت مع ان انا اعمل مزايده عامه ما بين اديداس وبوما ونايكي، وكنت اصبر لما العقد يخلص في 2010، لان احنا خدنا اهو كاس تانية في 3 ورا بعض، وترتيبي بقى التاسع على العالم. في حين ان المفاجاه ان البرازيل، وهي ترتيبها يمكن الثاني او الثالث على العالم، بتاخد 18 مليون يورو من شركه نايكي. انا بتباهى ان انا باخد نص مليون يورو من بوما بالامر المباشر، ورغم ان ده ضد سياسه مخرجنا معاك اهو باللقطات لحظه بلحظه. لما شركه بوما تستهين بيا بقى وتديني طقم انا طلعت اتوجت بيه في 2010 في انجولا، وهو ده الطقم لبس منتخب انجولا رسمي. شايف يمكن العدسه عملت زوم، ده على فكره يمكن ده اقوى يا دكتور. احنا لقطه التتويج رفضنا. انا اتوجت باللبس منتخب توجو، دي الكارثه، ده قمه المهانه. ولو بنتدرب بيه ده تدريب يوم طبعا يوم انا الاثنين انا شايف ان دور اتحاد الكره يعمل كليم رسمي على شركه بوما. ده التدريب مع الكابتن حسن يوم الاثنين الماضي، ده لبس توجو. وده توجو امام السعوديه. طبعا يعني انا بستغرب ان انا بكتشف الكلام ده. فين اداره التسويق؟ فين المراقبين؟ فين عمرو وهب استقال. عموما فين اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره؟ على فكره انا مش اول مره اشوف توجو باللبس ده، انا شفت توجو باللبس ده في قبل كاس قبل انجولا، يعني في شهر 1 شفتهم لابسين نفس اللبس. طب وانت ترصد هذه الحاله كراجل تراقب عمل اتحاد الكره كعضو للجمعيه العموميه، ماذا ستصنع؟ انا رسمي هطلب بالكابتن سمير يوم الجمعه ان شاء الله في لقائنا في نادي النصر ان لازم يكون في كليم، موقف، لازم يكون في كليم رسمي من شركه بوما، وان الوضع دلوقتي ولازم يكون في تغيرات. انا بقول لك انا بس ملحوظه على فكره تشكر عليها يا دكتور، لانها تمس اسم مصر على فكره. طبعا لان موضوع الزي ليس بالسهوله ما ينفعش. ده هو ده يعني المفروض ان انا بشوف لبس منتخب مصر بعرف ان ده زي ما بنشوف اسبانيا، البرازيل، ايطاليا، انما انا ما البسش لبس مش بتاع منتخب تاني، وخصوصا ان هم شركه واحده. يعني بوما هي اللي بترعى توجو وهي اللي بترعى بس